ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن 8 عاملين في الرعاية الصحية سيخضعون المحاكمة بعد اتهامهم بالتسبب في وفاة ديغو مارادونا بارتكاب جريمة القتل بسبب الإهمال. وتوفي أسطورة كرة القدم الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية عام 1986 عن عمر يناهز 60 عام في نوفمبر 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام. وذكرت محطة TN التلفزيونية أن محكمة في سان إستيرو مدينة في ضواحي العاصمة بيونس إيرس رفضت طعون الدفاع بتهمة أقل، وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة الإهمال وعدم الفعالية في علاج لاعب بوكا جونيوريز ونابولي السابق. وأضافت التقارير أنه من المرجح أن تبدأ المحاكمة حتى العام المقبل، وقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاما.